سلام البنات، واش راكم؟ واش صحتكم؟ ان شاء الله اللي شاف الفيديو كامل يكون لاباس. جبت لكم اليوم طريقه المرقه تاع قناويه بنينه عسل. تجيكم يعني ماشي هذيك القناويه المهريه، واحد تجيكم حمراء، كل كعبه تاع قناويه وحدها، وان شاء الله تجيكم سهله. وتبعوا الوصفه بتعرفوا كلش بالتفصيل. هنا انا درتها اليوم بشويه صدر، هي طيب القناويه طيب باللحم، ما عنديش اللحم سخفت عليها، درتها بشويه صدر ما كانش مشكل. شويه بصل، درت بصله صغيره ما حبيتش نكثر البصل، زيت وملح عادي كيما اي تقليه، راح نقليهم شويه ونقول لكم بعد ديك واش ندير. هنا البنات مش لازم عليكم ديروها باللحم، هي القناويه حتى طرف صدر ولا اي يعني دجاج عندكم راح تجيكم بنينه. هي القناويه اصلا طبيعتها بنينه. هنا راح نحطها تتقلى لي البرمه تاعي، نروح نقي القناويه دوك نعطيكم كيفاه نقاها ونرجع للتقليه. هنا البنات احكموا كعبه القناويه، حاولوا تخيروها هذه الملاحه الخشينه شويه ماشي الرقيقه هذيك خلاص، ونحيو لها شويه من الديل تاعها لتحت هذاك، وراسها شابون يعني تاعها هذيك للفوق، وخلاص هذا ما كان. هذا ما كان نحيو شابونه والراس تحت والراس لتحت هذاك. هنا انا محبيتش نطول الفيديو، ها باين كيف ما وخلاص هذا مكان نقاها كامله. ورجعت التقليه تاعي هنا، حطيت شويه فلفل كحل، حنحط راس حانوت وحبه جنبو وطماطم عادي. انا قلت لكم قبل في البرمه تاعي ما نحبش نكتر لي زيبيس. هنا حبيباتي اللي عجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفه وجدتكم سهله وعجبتكم، ديروا لي جيم وبوني وخليوا لي كومنتار مليح كيفكم. هذا ما كان. هنا قليوا الطماطم تاعكم شويه البنات، ديما نقول لكم الطماطم كيما تقليوها راح يجيكم لونها احمر وما تجيكمش حامضه قارصه، يعني تجيكم بنينه. حطيت شويه مع ما يتحرقوليش التوابل، نخلط ونحط كعبه جنبو، تحبوا تحطوا شويه توم حطوا. وهذا ما كان. من بعد راح نمرق ونحط قرينات حار وخلاص. هنا انا بديت بالمرقه هي الاولى، باهي نكمل انا نقي القناويه ونقلاها ونقل الباذنجان وكلش، نلقى الدجاج طاب واللاصوص تاعي اختارت، يعني طيب لي كلش سوا سوا. وهنا البنات حبيباتي لوطون اللي قاعده تطيب فيه المرقه نخليها على جيه، نروح نقلي القناويه. شوفوا هنا نظفتها، نحيت شويه من في الراس وشويه من تحت، وقشرت الباذنجان تاعي وقصيته كيما هكا، قصوا كيما تحبوا، انا نحب نقصو كيما هكا باه ولادي ياكلوه. وراح نقلي القناويه في زيت سخون تدي كولور، يعني نخليوها تحمر شويه البنات ما ديروهاش خضراء. هنا تحمر لي وراح نحطها تستقطر في كاس نورمال، ونقلي الباذنجان كيف كيما تقليوه عادي احمر. خليوه يطيب بيان يطيب لكم مطري، ونكملوا الخطوات مع بعضنا. شوفوا اللي عجبكم الفيديو غير ديروا لي جيم وابوني. هنا خليوها تدي كولور البنات، قلت لكم ما تخليوهاش تحرق وما تخليوهاش خضراء هكا. شوفوا كيما هكا تزيد شويه بكون نحيها هنا ونخليها تستقطر. ها شوفوا كيف ما تحرقوهاش تجيكم يابسه وما تخليوهاش خضراء. كيف الباذنجان في زيت سخون خليته يطيب حمار لي، ورجعت لاصوص لقيت الدجاج طاب وحمارت لي واختارت شويه، وراح نحط فيها هذيك القناويه. ما تحطوش الباذنجان غير كي تجيو تقدموها البنات في العشاء، قبل ما تقدموها حطوا الباذنجان باسكو يشرب لكم كامل لاصوص ويتحلى لكم. هنا القناويه تاعي راح نحطها في لاصوص هذه قبل ما تختار خلاه حوالي 20 دقيقة تطيب لي تطرالي خلاه، ومن بعد نحط الباذنجان ونحطها تتكل طول، يعني ما كي نجي نحطها تتغداو بها وتعشاو بها باه تحطوا الباذنجان. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هنا حطوا القناويه، انا هنا كنت مطفيه الفلاش بس تبان لكم بيضه بس هي حمرا خلاه. هنا شعلت الفلاش باش تشوفوا القناويه. هنا خليبها 20 دقيقه البنات تطيب لكم مليح تكتك سوا وتتجمر مليح في اللاصوص هذيك. هنا البنات كي جيت نحط العشاء شعلت عليها بدات تسخن، حطيت الباذنجان تكتيكه خفيفه برك قيس دقيقه برك، ونحطها مع كسره سخونه الله الله
ديكم والله ما تتشبع، تاكلوا يعني تاكلوا مش تاكلوا ما تشبعوش منها. أنا نموت عليها القناوية، اللي يحبها حيفهم البنة تاعي يفهم البنة الهدرة اللي نهدر فيها يعني. هنا خلاص أنا ما نكترش فيها لاصوص، نخليها خيطرة بصح نخلي فيها شوية برك عصاص، ماشي خلاخ. وشوفوا هنا البنات، هنا راني مطفية الفلاش باش تشوفوها كيفاش جاتني حمرا وخضرا وبنينة وكل شي طري، قناوية طرية، الباذنجان طري، الكسرة سخونة، الدجاج زبدة، يعني ما شاء الله. إذا عجبتكم الوصفة جربوها صحة، وديروا لي جيم وابوني وكومنتير مليح كيفكم، ما تقولوليش ها القناوية طيب باللحم ما طيبش بالدجاجة. ونحبكم وباي باي.